من النهاردة مش هتفكري ولا هتحتاري تاني تعملي اكل ايه النهاردة. الفيديو بتاع النهاردة جايبالكم فيه منيو الاسبوع لاول اسبوع في شهر رمضان الكريم. يعني جايبالك 7 ايام سفرة كاملة بالحلويات بتاعتها بالعصير كمان. خلاص كده هتاخدي فكرة وتروحي على طول تنفذيها بكرة. هتشوفي المنيو بتاعنا تحفظيه عندك كل يوم من غير تفكير ومن غير حيرة. هتقومي تشوفي المنيو بتاع الاسبوع وتبدأي تعملي أكلك على طول من غير ما تفكري كتير هنعمل أكل ايه النهاردة. وأكيد طبعا كل وصفة جايبها لكم أو سفرة جايبها لكم سايبه لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف بتفاصيل الأكلة بالكامل. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. متنسيش تحطي لايك للفيديو، لو أول مرة بتشوفيني تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. وهنا معانا أول يوم رمضان وكمان أول يوم في الأسبوع أو أول يوم في الشهر. طبعا المنيو ده بالأسبوع يبقى أول يوم في أسبوع من شهر رمضان. نعمل أول يوم محشي. طبعا الشعب المصري كله معروف إنه بيعمل أول يوم محشي. قدامك بقى تعملي محشي مشكل. هنا عملنا محشي مشكل وعملنا بطاية حلوة كده محمرة وعملنا كده ملوخية خضرة بالطشة وكمان صينية جلاش باللحمة المفرومة. ممكن طبعا تستبدلي البط بالفراخ وطبعا أي نوع محشي تحبيه. ده بالنسبة لأول يوم. تاني يوم بقى طبعا لو الفاض عندك الأكل بتزودي عليه أي حاجة تانية بسيطة كده وبتكملي الأكل. ممكن كمان تزودي معانا الأكلة دي، ولو ما فاتش هتعملي معانا الأكلة دي بيبقى تغيير خالص مختلف عن اليوم الأولاني. وطبعا هو ده المطلوب في رمضان علشان ما نزهقش من الأكل. وهي عملنا دبابيس كده كنتاكي ومكرونة سباكيتي بالصلصة زي ما انتم شايفين، جنبها طبق مخلل أو طبق سلطة خضراء بتكون حلوة جدا. طبعا الأكلة دي تقدري تزوديها على الأكل اللي فات معاكي تاني يوم، ولو ما فاتش تقدري تعمليها تاني يوم مفيش أي مشكلة. وطبعا تقدري تنوعي في الاكلات دي براحتك. نيجي بقى لتالت يوم. تالت يوم معانا كده سمك ماكريل كده معمول صينية بالبصل والطماطم وكمان سمك بولتي مقلي وشوية رز اصفر كده بالخلطة بتاعت السمك الجميلة دي. هسيب لكم اللينك بتاع كل الوصفات دي في صندوق الوصف. تخشي اي طريقة عايزاها لاي وصفة هتنزلي تاخدي الطريقة تدوسي على اللينك كده اللي في صندوق الوصف بتاع الاكلة اللي انت عايزاها يدخلك على الوصفة على طول. عايزه اقول لكم ان السمك الصينيه ده كان تحفه وجميل جدا، وده بالنسبه لتالت يوم هيبقى سمك. طبعا تقدري تختاري اي نوع سمك تحبيه. نيجي بقى لليوم اللي بعد كده وهو رابع يوم. عاملين صينيه فراخ كده، صينيه بطاطس بالفراخ في الفرن او طاجن بطاطس بالفراخ في الفرن. عاملينه بطريقه حلوه جدا، طعمه جميل جدا. طريقته حلوة قوي قوي. برضو هسيب لكم اللينك بتاع الوصفة دي في صندوق الوصف. صندوق الوصف ده تحت الفيديو كده هتلاقي سهم كده نازل لتحت، هتدوسي عليه هو ده صندوق الوصف هيدخلك عليه على طول. تدوسي على اللينك بتاع الوصفة اللي انت عايزاها. عملناها بتتبيلة حلوة جدا، البطاطساية طالعة دايبة كده وفي منتهى الجمال، والفراخ كمان كأنها مشوية واخدة طعم حلو قوي. هنعمل جنبها بقى شوية رز بالشعرية وتعملي جنبه كده برضو شوية سلطة خضراء، وكمان تقدري تاكليها بالعيش مفيش اي مشكلة. وممكن تعملي جنبها شوية مكرونة محمرة. بس طبعا صينية البطاطس دي يفضل ان هي تعمل جنبها شوية رز بالشعرية او رز محمر حبة وحبة وشوية سلطة خضراء كده، وهتكون في منتهى الجمال. او طبق مخلل كده زي الفل. شايفين انا بوريكم ان هي دايبة وزي الزبدة وطعمها جميل جدا. نيجي بقى لليوم الخامس والوصفة اللي بعد كده معانا، وهي ممبار وكفتة كده بالبصل جميلة جدا، وسلطة كول سلو وبطاطس محمرة. طبعا تقدري تستبدلي سلطة الكول سلو بسلطة خضراء. أكلة جميلة وبرده مختلفة. زي ما قلت لكم بنوع لكم كل يوم في الأكلات علشان ما تزهقوش. نيجي بقى للأكلة اللي بعد كده وهي طبخة بقى كده جميلة من أكلات الشتوية الجميلة برضو كده، وهي القلقاس بالسلق الأخضر. أكلة جميلة ومغذية ومفيدة جدا وحلوة قوي قوي. هنعمل جنبها كده شوية رز بالشعرية، وكمان عاملة جنبها كده فرخة بلدي وطبق سلطة أخضر كده أو طبق مخلل. طبعا تقدري تعملي جنبها لحمة زي ما انت عايزة، تقدري تعملي جنبها فراخ بيضة زي ما تحبي. المهم ان اللي احنا بننوع في الاكلات بتاعتنا، وممكن تستبدليه باي نوع طبيخ تاني زي ما تحبي. نيجي بقى للاكله بعد كده سادس يوم او سادس اكله معانا في سفرة رمضان،
وهي شوربة خضار نريح معدتنا بقى شوية كده ونديها حاجة خفيفة. عملت شوربة خضار كده بصدر فرخة صغير كده كان عندي مع شوية رز أبيض كده، وكانت أكلة جميلة وبرضو مغذية ومفيدة جدا، طبعا فيها كل أنواع الخضار. مع الفراخ تقدري تعمليها بربع كيلو لحمة مفرومة، تقدري تعمليها بقطع لحمة زي ما تحبي. نيجي بقى على اليوم اللي بعد كده برضو اليوم السابع واخر يوم معانا في الاسبوع، وكده يكون اول اسبوع خلص معانا. عملنا برجر، تقدري تعملي برجر لحمة، برجر فراخ. كيزر ده برضو انا عملته في البيت، وعملت بقى جنبه كده شوية بطاطس محمرة، وتقدري تقطعي جنبه شوية خيار كده طرنشات مع كاتشب. طبعا تقدري تعملي شوية مخلل، شوية سلطة كولسلو، سلطة خضرا عادية تمشيها مخلل كده، تمشيها شوية خيار وفلفل اخضر كده، بيكون جميل جدا. وبرضو تنويع وتغيير في الاكل برضو علشان ما نزهقش من الاكل، اكلة خفيفة كده وبسيطة. وطبعا تقدري تنوعي في الاكل زي ما انت عايزه، وتستبدلي اكله مكان اكله، وتبدلي اليوم ده عن اليوم ده. انا بديكي افكار وانت طبعا حسب ذوقك. اهم حاجه انا عملتها لكم في الفيديو ده ان انا دخلت لكم في الاسبوع 7 ايام كاملين. ده اكلنا اللحمه والفراخ والسمك، عملنا اكلات باللحوم والفراخ والسمك، يعني اكلنا جميع انواع اللحوم عشان نستفاد من الفايده والعناصر الغذائيه اللي فيها. اكلنا الخضار، اكلنا النشويات، بروتينات، يعني دخلنا بروتين ونشويات وخضار لجسمنا، وفي نفس الوقت نوعنا في الاكلات علشان ما نزهقش وما نبقاش يعني ما نبقاش ملناش كده نفس للاكل. نوعنا في الاكلات وعملنا كل يوم اكله مختلفه تماما عن اليوم اللي قبله. اتمنى الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، واسيبكم في رعايه الله، واشوفكم في فيديو جديد على خير، واقول لكم مع السلامه.